السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة كويزين خديجة باها. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفتنا اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نحضروا مع بعض لي ترونش باتيسير بالمذاق ديال الليمون الحامض اللي كيجيو رائعين رائعين بزاف، كيجيو لذاذين، مزيج رائع ما بين الكريمه والجينواز اللي كتجي خفيفه بزاف، وكذلك الكريمه ما كتقهمش نهائيا بطريقه جد مبسطه وما تشبعوش منهم. بغيت كلشي ان شاء الله يجربهم وانا متاكده غادي يعجبوكم. نتمنى يعجبكم الفيديو، كذلك تشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ما تنساوش تفعيلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. نبداو دائما على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اول حاجه نبداو بها هي الجينواز ديالنا. عندي هنا اناء ودات فيه 4 الحبات ديال البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. البيض هنايا كما شفتوا معايا البيض كبير، الا كان عندكم البيض صغير بزاف غادي ديروا 5 الحبات ديال البيض، كان كبير بهذا الحجم هذا غتكتفيو بربعه. زدت هنايا كاس ديال سكر سنيده، وغادي نزيد قبيصه ديال الملحه. غادي نطرب البيض مزيان مع السكر سنيده، ضروري من هذه المرحله هذه خاص البيض يطلع مزيان مع السنيده. غادي نبدا نطرب حتى كيتضاعف القوام ديالهم وكيميل شويه البياض، والقوام كيجي كريمي فحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي تزيدوا في السرعه، ديروا اخر سرعه عندكم باش دغيا يطرب لكم مزيان. من بعد غادي نزيد 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه كما كتشوفوا، قل من 4 المعالق بالحساب ديال الزيت النباتيه. غادي نخلطهم شويه وعاد غادي نحيد الطراب، غادي نكمل بالفوي. صافي هنا ما غاديش نحتاج الطراب. غادي نزيد هنايا 2 ساشيات ديال السكر منسم بالفاني، او ضيفوا معلقه صغيره ديال الفاني بودر اللي عندكم، او فاني ليكيد يعني فاني سائل. صافي من بعد اخر حاجه غتبقى ليا اللي هي الدقيق والخميره. هنايا ضفت الكاس الاولاني ديال الدقيق وغربلته، وغادي نضيف مع الساشي ديال الخميره د الحلويات من فئه 7 غرام. من بعد غادي نخلطهم بالفوي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، كنخلطوا من التحت للفوق. هانتوما تشوفوا معايا انا ملي غنبدا نجمع غادي نبدا نخلط بهذه الطريقه هذه، كنبدا نطلع، كنبدا نحط الفوي من التحت وكنبدا نطلع وكندور بهذه الطريقه هذه باش كنخلطوا الدقيق. علاش؟ باش ما كيطيح لناش القوام ديال البيض مع السكر اللي طربنا. من بعد هنا زدت نص كاس اخر ديال الدقيق، يعني المجموع ديال الدقيق هو 150 غرام. الاولاني كان فيه 100 غرام والثاني 50 غرام، يعني واحد 2 معالق هكاك. تبقاو تضيفوا الدقيق، ما تبالغوش بزاف في التخلاط. صافي هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. تشوفوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالو مختلف على الخليط ديال الكيك العادي. هنا خديت الطاوه ديال الفرن، دهنتها بشويه ديال الزيت وفرشت لها ورق الطبخ، وعاود دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي نفرغ الخليط ديالي. بالنسبه لهاد الطاوه هذه فيها 35 على 28. صافي غنخوي الخليط كامل وغادي نقادو بالملاسه او بسباتولا او باي حاجه باش كيجينا الخليط ديال الكيك ديالنا في واحد النيفو او واحد المستوى، ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. من بعد ما غادي نقاد الخليط ديالي مزيان، غادي نضرب به، غادي تضربوا بالخليط ديالكم 2 حتى 3 ديال المرات باش كيتحيدوا دوك الفقاعات اللي كيكونوا منه من التحت. وفي نفس الوقت كما قلت لكم كيجي الخليط ملي كيطيب في الفرن كيجي على واحد المستوى، كتجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه. بعد مباشره كندخل الكيك ديالي للفران على 180 درجه، كنحطها في الوسط، الفران مشعول من التحت ومن الفوق. ملي كتكون كطيب الجينواز ديالكم كتفوت ديك 15 دقيقه، كتقيسوها بيديكم، ملي كتلقاو يديكم ناشف يعني الجينواز ديالكم طاب. كتقدر تدي لكم ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. صافي من بعد ما كطيب كنغطيوها بواحد المنديل او فوطه، وكندوزو نحضروا مع بعض الكريمه ديال الليمون اللي كتجي رائعه بزاف. خديت هنايا كاس لاروب ديال الماء، زدت معاه عصير ديال 2 حامضات كما شفتوا عطاتنا اكثر من نص كاس. الا عندكم حامضه صغيره ديروا 2. من بعد زدت معاها 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده وساشي ديال الفاني ومعلقه كبيره عامره ديال النشا. كنخلط كل شيء مزيان وكنديه على نار اللي كتكون فوق مهيله شويه مع الاستمرار في التحراك حتى كنحصل على هذا القوام هذا كما كتشوفوا. كتجمع شويه راسها وكتولي كريميه. كما قلت لكم كاس لاروب ديال الماء، عصير ديال ليمونه حامضه كبيره او 2 صغارين، 4 المعالق كبار ديال السكر، ساشي ديال فاني، ملعقه عامره ديال النشا. مباشره على النار حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا مع الاستمرار في التحراك، ما تغفلوش عليها نهائيا. ومره بقاو تحركوا بالمعلقه كتكون كطيب بلاش ديك النشا ما تلصق لكمش في الجوانب ديال الكاسرونه. صافي مباشره كنرجعها لواحد الطبيسيل اولا جبانيه ولا اي حاجه، وتنغطيها بالبلاستيك الغذائي وتندخلها للمجمد باش تبرد. دغيا كتبرد حطوها في المجمد ماشي في الثلاجه.
من بعد غادي ندوزو نطلعو او نوجدو الكريمه مع بعض. هي اناء وضعت فيه 250 غرام او 250 مليلي ديال الحليب حتى 300 مليلي ديال الحليب اللي كيكون بارد مزيان مع ساشي ديال كريم شونتي كما تشوفوا معايا. وغادي نطربهم مزيان 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 حتى كيتضاعف القوام ديالهم وكيجي القوام ديالهم ثقيل. ما عندكمش الحليب وشونتي ممكن تجيبوا الكريمه السائله خاصه بالحلويات، ديروها تبرد مزيان وطلعوها. من بعد ما طلعت الكريمه وبردات ديك الكريمه ديال الليمون الحامض كنزيدوها على هاد الكريم شونتي اللي طلعنا مزيان. ضروري ما هاد الكريمه ديال الليمون الحامض تكون بارده مزيان، حتى الا جاب الله طلعتوا الكريم شونتي ومازال ما برداتش لكم الكريمه ديال الحامض، غتحطوا الكريم شونتي في الثلاجه وهي مخلطه حتى كتلقاو الكريمه ديالكم بردات. او نتوما هاد الكريم شونتي ما تطلعوهاش حتى تبرد لكم الكريمه ديال الحامض، عاد طربوا الكريم شونتي وزيدوها الكريمه ديال الحامض. صافي من بعد ما ضفنا الكريمه ديال الحامض مع الكريم شونتي وندمجوا العناصر مزيان وتخلطوا، عاد غادي ندوزو للجينواز ديالنا. غادي نزولوها من الطاوه ديال الفران وغادي نزولوا ليها هذا الكاغيط حتى هو من التحت، وغادي نقسموا هذا الجينواز ديالنا على جوج. انا غادي نعبر بالمسطره باش يجيني النص مع داك النص مقاد. صافي غادي نقسمها على جوج وعاد غادي ندوزو للمونتاج ديالنا. عرفتوا هاد الجينواز من بعد ما طابت جا القوام ديالها خفيف 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 خفيف، جات كي الريشه والمذاق ديالها جا رائع بزاف. صافي هنايا من بعد ما قطعتها على جوج غتشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي رطبه ورائعه بزاف. هنايا راه ممكن ديروا طاوه كبر منها شويه باش تجيكم رقيقه الا بغيتوا. صافي المكونات ديالنا كاملين واجدين، الجينواز والكريمه. خديت هنايا بلاطو وضعت فيه سيركل وغادي نوضع فيه الطبقه الاولى ديال الجينواز وغادي نسقيها بشويه ديال السيرو. بالنسبه للسيرو هنايا درت كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر مع واحد الساشي ديال السكر منسم بالفاني ودرتهم على نار حتى داب داك السكر وعقد شويه هاد السيرو هذا وحطيته في الثلاجه برد. ممكن ما بغيتوش ديروا تسقيوها غير بالحليب او تخليوها بلا سقوه، راها هي اصلا رطبه بزاف. صافي كذلك هاد السيركل الا ما عندكمش ممكن تمونطيوها بلا سيركل. وهذا السيركل هذا راه جاني شويه كبير لان هذا هو يعني هك ما غاديش يزيد يتجمع ليا اكثر من هكا. صافي من بعد ما وضعت كما قلت لكم الجينواز سقيتها بشويه ديال السيرو غادي ندير طبقه ديال الكريمه. بالنسبه لهاد الكريمه هاد الكميه ديال 250 مليلي ديال الحليب مع واحد ساشي ديال شونتي راه جاتني الكميه هي هذيك مع جوج ديال الطبقات لا اقل ولا اكثر. صافي غادي نقاد الطبقه ديال الكريمه مزيان وغادي نعاود نحط فوق منها الجينواز الثانيه اللي سقيتها حتى هي بشويه ديال السيرو وغادي نضغط عليها شويه مزيان باش كتجيني مقاده. من بعد كنعاود نقاد داك السيركل ديالي وغادي نعاود نزيد عليها الطبقه اللي بقات ليا ديال الكريمه وغادي نقادها مزيان. غادي نقاد لها السطح ديالها مزيان باش منين نبغيو نحطوا عليها الزين ديالها كيجي مقاد. من بعد ما غادي نقاد عليها الكريمه مباشره غادي نغطيها وغادي ندخلها للثلاجه نخليها تبرد مزيان 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 حتى كتماسك ليا ديك الكريمه مزيان. من بعد ما تماسكت ليا الكريمه عاد غادي نخرجها من الثلاجه وغادي نحيدها من هذا السيركل هذا وغادي نخليها في البلاطو ديالها. وعاد غادي ندوزو للكلاصاج. بالنسبه لهاد الكلاصاج اسهل منه ما كاين. خديت 3 ديال المعالق كبار ديال الناباج درتهم على نار. من بعد ما دابو زدت معاهم شويه او نص معلقه ديال النكهه ديال الليمون الحامض. كنحرك مزيان مزيان وتنخوي على الوجه ديال الكريمه كما كتشوفوا شويه بشويه وكنسرح هكا بالملاسه على الوجه كامل حتى كنسالي الكميه اللي عندي او حتى كنغطي الوجه ديال الكريمه. من بعد عاود دخلتها للثلاجه وخليتها عاوتاني بردات شويه وغادي نقطعها من هذا الجانب هذا اللي ما كانش مقاد. نقطعها كميه اللي هي قليله كما غتشوفوا معايا. صافي غادي نعاود نقطعها طرونش اللي بغيت انا نقطع على جوج كبارين او صغارين. صافي غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا كما غتشوفوا معايا. كنقطع يعني ملي تقطعوا جبدوا جبده وحده باش ما تجرش معكم وتخسر لكم الشكل ديالها كما غتشوفوا معايا. غادي نقطع هنايا على هذا الشكل هذا هو الاول. غنقطع هنايا شرائط اللي كيكونوا كبارين عاد غادي نعاود نقطع على جوج. صافي اللي قطعتها كنحطها في طبق ديال التقديم. هنايا حصلت على 12 قطعه. غنستمر على الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي وغادي ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين هنايا زينتهم بشرائح ديال الليمون الحامض ديال الورد وكيبقى هذا هو الشكل ديالهم
غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا معايا القوام ديالهم كيفاش كيجيو. تنقول لكم والله العظيم الا ألد منها ما كاين. الجينواز رطبه، كريمه لذيذه رائعه بزاف، ما كتقهمش نهائيا. كذلك داك الكلاصاج اللي درنا لها رائع بزاف. كلها هاد المكونات كاملين اندمجوا مع بعضياتهم، ألد منهم ما كاين. والله العظيم الا بغيت كلشي جربها، لذيذه لذيذه بزاف، خصوصا الناس اللي كيعشقوا الليمون الحامض. نتمنى يعجبكم الفيديو، تجربوها تقدموها لوليداتكم والعائلات ديالكم، وكذلك ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.